ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ عايزين النهارده بقى نعمل مع بعض الحواوشي. عايزه اوريكم الاول شكله عامل ازاي، وبعد كده نبتدي بقى مع بعض الوصفه ونشوف. عايزينه نعمله حلو ومقرمش ومخربش كده ايه من بره. نقول بسم الله ويلا نبدا. عندنا 3 بصلات صغيرين، دول نص كيلو لحمه يا جماعه. وعندنا الفلفل 2 فلفل رومي و3 حراق، طبعا دي حسب الرغبة. ونص فلفلاية صفرة ونص فلفلاية حمرا. يعني كل ما تكون فيها التوابل والخضار كتير بيكون احلى. مش كتير قوي طبعا تضيعي طعم اللحمة، لا لا لا. في ناس بتحط بقى رز والكلام ده كله او بطاطس على اللحمة، لا احنا مش هنعمل كده، هنخلي برضو طعم اللحمة باين. بصوا بقى يا جماعة، انا جبت الكبة وحط فيها كل الحاجات دي: البصل والفلفل الالوان، فلفل الرومي والحراق، كل ده هتحطه في الكبة وهضربه عشان نعمل احلى حواوشي واسهل حواوشي. كمان في حاجة يا جماعة، انا ممكن بعد ما احطه في العيش الحواوشي والتتبيلة بتاعته، عادي جدا ان ممكن تحطيه في الفريزر، تحطي كل رغيف في كيس كده او فرق ما بينهم كيس يعني، وشيليه عادي جدا وطلعي تحطيه في الفرن وقت ما تكوني انتي بتشتغلي عايزة حاجات سريعة. بصوا يا جماعة، هو كده اتضرب معايا. التوابل بقى اللي هنحطها على الحواوشي دي توابل حواوشي من عند العطار، حلوة جدا جدا. هنحط منها معلقة الملح حسب الرغبة، وشوية فلفل اسود بس، ولا اسهل من كده. انا في ناس بقى بتحط توابل، لا هتضيعي طعم اللحمة. وكمان من الفلفل والبصل هيبقى معاه حلو. انا ما نعمتش الفلفل والخضار قوي يعني، كنت مخليهم باينين كده. كان ممكن احط اللحمه معاهم في الكبه، بس انا مش عايزاهم كلهم يبقوا ناعمين، انا عايزه احس بايه، بقرمشه الخضار كده وطعمهم في النص. مش عايزاه كله يبقى ناعم يعني مع بعضه. شوف، كنت الاول بشوف الكميه هتبقى كتير ولا لا، لقيته لا قليله، فروحت مزوده. بس جميل جدا جدا جدا، طريقه سهله قوي قوي وتقدري تشيليه. طبعا بقى عايزه افكركم، للي ما اشتركش في القناه يلا يشترك ويفعل الجرس. جرب ايه من وصفاتي وبيتابعني منين. وكمان عايزين بقى مشاركة كتير كتير ولايك واحلى كومنت منكم، تقولوا لي جربتوا ايه من الوصفة دي ومن وصفاتي وعجبكم، وجربتوا الحواوشي ولا لا. لو ما جربتوش يلا جربوه واكتبوا لي عجبكم ولا لا. بس انا بفضل اجمعهم مع بعض لغاية لما ايه يمسكوا في بعض كده وينعموا خالص عشان ما يفكوش من بعض. طبعا بكون بقى مجهزة عيش، انتي زي ما انتي عايزة، انتي العيش اللي انتي عايزاه. باخد الكورة كده دايما، مش بالكتر يعني للرغيفة، بخلي الرغيف فيه لحمة، تحطي طبقة حلوة. هعمل كل الكمية اللي عندي دي كلها، واللي هحطه بقى في الفرن هحطه، واللي هشيله على حسب افراد العيلة بتاعتك. انت عايز تعملي كله هتسويه تمام. انت مثلا بتشتغلي وعايزة تشيليه في الفريزر، بقطع اكياس التلاجة كده واحطه في علبة او في كيس برضو، بس بحط ما بين كل واحد واحد طبقة كيس بس، عشان العيش برضو لما بتحطيه في الفريزر ممكن يلزق في بعض، ولا عشان يبقى ايه. ودايما حطيهم في علبة مدورة او في مكان مستوي عشان الرغيفة ما تتنيش. طبعا انتوا عارفين الفريزر والكلام ده كله. تحطيه في علبة مدورة كده، بحطه فيها، بحط ما بينهم ايه اكياس، بقطع الكيس كده وبحطه في النص. بس تحفة. خلص الكمية دي ان شاء الله، يعني تقريبا النص كيلو يا جماعة عمل معايا 8 ترغيفة ونص. كان في عندي نص رغيف كده، عمل 8 ترغيفة ونص. حلو قوي قوي قوي. طبعا في ناس بقى عايزة تكتر، طبعا على حسب مقدرة كل واحد. دي حاجة مش وحشة يعني، ما تعبش حد، لا. ممكن تزوديه رز، بتبقي سلقة رز نص سلقة كده وتحطيه عليه عادي جدا، او رز مسلوق عندك باقي، رز مستوي. في ناس كتير بتعمل كده، في ناس بتبشر عليه بطاطساية نية عادي جدا، مش هيقول لا. بس بقى انا خلصت اهو. انا حطيت على كام واحد كده موتزاريلا، محطتش عليهم كلهم طبعا، حطيت بس على كام واحد كده، يعني طبعا مش كل الناس بتحب الجبن عليه،
بس لو انت بس عايزة تضيفي الجبن بتحطي فوق الوش حبة كده وخلاص. عشان تدخليه الفرن يا جماعة بشوية مية وشوية زيت وبدهنه تاني بقى بالفرشة بإيدك زي ما انت عايزة. المهم الحاجة تبقى حلوة بس تعمليها. انا بحطه على ورق زبدة لان انا بقلق شوية من دي الصاجة بتاعة الفرن عشان ما يلزقش فيها. حطيته على ورق زبدة. انت عندك صواني ألمونيوم ما بيلزقش فيها الحاجة او تيفال او وفي الفرن خرواسي احنا مش محتاجين ان احنا نحطه على النار. نحط له زيت بطريقة سهلة اللحمة من جوه تحفة هتعجبكم جدا جدا جدا.